السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين قناة الغاليين. النهاردة هنتكلم عن إضافة القمر الصناعي الجديد على أي ريسيفر اتش دي. تمام. أول حاجة طبعا نبدأ بسم الله، نقوم بالضغط على زر المنيو. طبعا أنا هختصر لكم الفيديو عشان الفيديو يا جماعة ما يطولش معاكم. تمام. بعد كده ندوس قائمة الأقمار الصناعية. طبعا عندنا القنوات والترتيب بتاعنا. انا بقول لك على طريقه حلوه خالص، يعني الطريقه دي مش هتطير لك الترتيب ولا هتطير بتاعك زي ما هو، بس انت اعمل قمر تيست. ليه تعمل قمر تيست؟ اختبار، عشان خاطر كل الترددات وكل التغييرات اللي موجوده على النايل سات تقدر تتصفحها وتقدر تنقل القناة دي او تشوف التردد من خلال البحث اللي انت هتعمله في القمر اللي هو الجديد. شوف التردد وتشوف القنوات اللي انت عايزها، تاخدها من هنا تحطها هنا بدون ما تبوظ اي حاجة في التركيب. عشان ما اطولش عليكم، طبعا هنا مكتوب الالوان زي ما بنشتغل يا جماعة. هنا اضافة، وهنا تحرير، وهنا شطب، وهنا بحث. طبعا احنا هنقوم بالزر الاحمر اللي هو الخاص بالاضافه، اللي هو اللون الاحمر. يقول لك نيو ساتلايت، هتدوس اتجاه يمين او شمال، ما تدوس اوكي. تمام. هنا برضو الاختيارات موجوده معاك هنا تحت. لو انت حضرتك مثلا عايز تسمي اي اسم ما فيش اي مشاكل. احنا هنخليها نيو 301، اللي هو 301 الجديد. تمام. ده اسم القمر الصناعي. للتاكيد طبعا هنعمل ايه؟ للتاكيد هتدوس الزر الازرق. تمام. تغيير اسم القمر الصناعي قول له نعم. سهل جدا، والكلام ده ما فيهوش يعني اي حاجه صعبه. طبعا عندك خط الطول هنا، عايز تسيبها ماشي، مش عايز تسيبها مفيش مشاكل. تمام. اللي هي 7 درجات، يعني اخلي خط الطول زي ما هو. تمام. ادي 7 درجات. بعد كده تقوم بالضغط على زر الاوكي. تمام. ادي القمر الصناعي الجديد اللي موجود عندنا يا جماعه، اللي هو النيو 301. تمام. بعد كده ندوس الزر الخاص اللي مكتوب عليه انفو. تمام. اهو زر مكتوب عليه ضبط الهوائي اللي هو انفو. لو عايز تدخل قائمة ضبط الهوائي عشان تظبط اعدادات القمر الصناعي اللي احنا ضايفينه اللي هو التيست، ندخل نظبط. طبعا في اعدادات لازم تتظبط عشان خاطر ينزل معاك القمر بالكامل. ندوس انفورميشن طبعا يا جماعة. نقول لك حفظ البيانات، قول له نعم مفيش اي مشاكل. هنا ادي القمر الجديد اللي احنا شغالين عليه، 9750 على 10600. هنا المرسل مفيش طبعا اي ترددات، مفيش اي مشاكل. تمام. وعندنا هنا مفيش ولا جودة، بس موجودة الاشعة، يعني القوة موجودة بس الجودة مش موجودة. مش مشكلة، كل ده ما يعناش، احنا بس ايه بنعمل تيست على الترددات دي. هنا طبعا نوع ال ان بي خليه زي ما هو، 9750 على 10600 خليها زي ما هي. هنا المرسل ما فيش مرسل طبعا، لسه ما ضفناش اي ترددات عليه. تمام. بعد كده ندوس اكزيت، خروج. تمام. بعد كده نضغط على زر المنيو. تمام. نفس القائمة هي بس هتنزل على قائمة الترددات. هتنزل على قائمة الترددات. معلش يا جماعة أنا هقرب الصورة شوية بحيث إن هو عشان حقوق الطبع والنشر. بعد كده ندوس على الزر المكتوب عليه سات. نختار القمر بتاعنا اللي هو نيو 301. هذا القمر موجود معانا بس قائمة الترددات ما عليهاش ولا تردد. هندوس إضافة طبعا اللي هو الزر الأحمر، ونكتب أول تردد معانا مثلا 11766. تمام. وهنا 27500. الاستقطاب هيكون افقي. تمام. ده اول تردد معانا. برضه هتدوس اضافة تاني وتكتب التردد ده معايا 11470. معدل الترميز 27500. الاستقطاب عمودي او حرف الفي 2. ادي الترددين اللي هنعمل عليهم بحث. بعد كده نقوم بالتعليم عليهم طبعا بالزر الاوكي، نعلم عليهم اهو، عمل لنا علامتين خضر اهم. بعد كده نقوم بالضغط على الزر الخاص بالبحث. كده الريسيفر هينزل لك كل قنوات النايل سات الجديده والقديمه، والنايل سات الموجود القديم. فتقدر حضرتك انك انت تدخل تتصفح عندك في القمر ده القنوات الجديده اللي نزلت، او تاخد ترددها وتنزلها عندك في الترتيب. انا هقول لك برضو في الاخر ادي الترتيب بتاع الريسيفر، وادي القمر الاحتياطي اللي احنا عاملينه اللي هو تيست اختبار. تمام. بحث شبكه اقول له نعم. هنا نوع القناه اللي هي خليها تلفزيون بس. بعد كده هنقوم بالضغط على زر الاوكي. طبعا ممكن يطول شويه، بس ممكن نقتطع الفيديو يعني شوية وارجع لكم لما يوصل حوالي 90% او 95%، عشان ايه نختصر في الفيديو والفيديو ما ياخدش ايه وقت